السلام عليكم. النهارده هنستعرض بعض اسماء الاحياء الموجوده في القاهره، ونعرف ايه اصل تسميتها وليه اتسمت بالاسم ده. يلا بينا. اول منطقه هنتكلم عليها هي منطقه حوش الغجر. المنطقه دي موجوده خلف سور مجرى العيون، واتسمت المنطقه ديت نسبه الى قبائل الغجر اللي كانوا موجودين في المنطقه ديت. المنطقه الثانيه معانا هي درب المهابيل. درب المهابيل كانت منطقه معروفه ببيع البوزه، وكان سكان المنطقه يعني بيتناولوا دايما البوزه، فاغلب الوقت بيكونوا سكارى، فعشان كده اتسمت بدرب المهابيل. اما منطقه تل العقارب الموجوده في السيده زينب، فطبعا من اسمها معروف ان المنطقه ديت كانت منطقه جبليه، وكان موجود فيها انواع كثيره من العقارب والتعابين، فاتسمت بتل العقارب. اما منطقه خان الخليلي فاتسمت نسبه الى مؤسس الشارع هو جركس الخليلي، وهو احد امراء السلطان برقوق. اما حي شبرا او شبرو او جبرو، وهي كلمه قبطيه تعني التل او الكوم. اما حي الموسكي فرجع تسميته الى عز الدين موسك، وهو احد اقارب صلاح الدين الايوبي. وطبعا الموسكي بتشتهر باكبر اسواق في القاهره القديمه، وطبعا قريب هو من شارع عبد العزيز. اما منطقه الدرب الاحمر فرجع تسميتها الى مسبحه محمد علي بعد ما عمل مسبحه المماليك، وبيقال طبعا ان الحي اتملى بالدماء، فتم تسميه الحي بالدرب الاحمر. كده احنا خلصنا من الجزء الاول من اصل تسميه احياء القاهره، وان شاء الله هنعمل الجزء الثاني، ومستني بقى منكم المتابعه واللايكات، وشكرا لكم.